السلام عليكم، انا سلوى. واليوم الحلقه 13 من سيري جديده اللي بدينا فين كنقراو المشاكل الناس وكنعطيوهم نصائح اللي هما طلبوها منا. ما نطولش عليكم ونبداو نشوف الحلقه. واش انا ظالمه حيت تقلقت من عكوستي ما بغاش تصاوب ليا وراجلي الحاف ديال العائله حيت ما عندناش ولاد. عكوستي صوبات الحاف عائلي صغير لولادها كاملين والنساء ديالهم، 5 ديال لي كوبل حنا منهم. هاد الحاف زوين بزاف، فيه السميه ديال الكوبل، السميه ديال ولادهم، الهوايات المفضله ديالهم، كلشي مخدوم بالخياطه وبتصاور صغار زوينين ديال الثوب. انا كنت متشوقه باش ناخد ديالنا حيت كنعترف كيعجبوني الحوايج المخدومين باليد. سالت عكوستي الحاف ديال خو راجلي وقلت بلي غنشدو ديالنا قريب حيت راجلي هو الصغير. سولت لوستي وعطاتني واحد الجواب اللي صدمني، باللي ما غيكون عندنا حتى شي لحاف. تقلقت شويه وطلبت من راجلي يستفسر، وعرفنا بلي عكوستي ما عندها حتى نيه باش تصاوب لينا شي لحاف حيت ما كاينش بزاف ما يتحط في دوك المربعات، اولا بمعنى اخر حيت ما عندناش الولاد ما نستحقوش الحاف. صيفط لها ميساج مباشره حيت انا بنت الناس وكيعجبني نسمع الحاجه من فم المعني بالامر. عكوستي تعذرات وقالت بلي صباحها كيضروها من بعد 4 ديال الحوفه وغادي تاخذ راحه. سولتها واش هادشي عنده علاقه بلي ما عندناش الولاد، الحاجه اللي عبرت عليها بسلبيه في الماضي، وقالت لا واخا انا عارفاها كتكذب. زيرت عليها كتر وسولتها امتى يقدر يوجد الحاف من بعد هاد الراحه الصغيره، وهي تعصبات وقالت لي ما كاينش الحاف وعمره غادي يكون الحاف. سولتها علاش وقالت بلي هي مهتمه باش تصاوب الحاف اللي فيه الحفاد ديالها وذكريات متعلقين بهم، وحنا ما عندناش بزاف الهوايات ولا الولاد باش يتعمر الحاف كامل. قلت لها بلي عندنا 2 ديال الكلاب غزالين اللي كنبغيوهم وممكن تحطوا تما. قالت لي حرفيا ما غاديش نصاوب الحاف كامل على قبل 2 ديال الكلاب. قطعت عليها وعاودت لراجلي هو 100% معايا. عاوتاني كنعاود نقول لك بلي يمكن انتي نيتك زوينه، يمكن بغيتي ما يكونش بيناتكم شي نقاش ولا شي هذا، ولكن ما كيعنيش انك تمشي تبزي عليها دير لك الحاف واخا هي ما باغياش. ما كما قلت لك الكادو كيتعطى بالخاطر ماشي بزز. ولكن دابا جاني واحد لوديو من لوستي كتقول بلي فت الحد ودرت فعايل البراش. انا تصدمت حيت عندي علاقه زوينه مع لوستي، راجلي ما بغاش يدخل في هذا المشكل. واش انا ظالمه على الهضره اللي قلت لاغوستي؟ للاسف افتي شويه الحد حيتاش باش نجيو نشوفوا باش دير الحاف اللي قلتي كتخدموا يدويا بزاف التماره على الصبعين وكيضرب في الصبعين والظهر والعينين وبزاف التماره، يعني خاص تبغي تعطيه لك بالخاطر ديالها. وهي قالت لك بالله كديروا لحفادها اكثر ما كديروا لولادها. بغات تشوف وهي كتصنعو وبغات تشوف هي كدير فيه الذكريات نتاع حفادها، تشوف كتصنع حاجه العائله. الا كانت بغات تسنى حتى نتوما ديروا الولاد نتاعكم ان شاء الله في المستقبل عاد ديروا لكم، ما فيها بس. ولكن فاش هجمتي عليها هكاك لا ديريني انا وراجلي والكلاب ديالي، هي ما كتشوفش بلي هذيك التماره كامله اللي غادي تضرب تستاهل على قبل الكلاب ديالك. ايا كانت المعزه نتاعهم عندك ما كيعنيش انها حتى هي عزيزين عليها هكاك. يعني كنشوف بلها خاصك تقدمي واحد الاعتذار وتصبري حتى تبغي تعطيك الكادو خاطرها كيما دارت لخوت راجلك غادي تبغي تعطيك حتى انتي واحد النهار. واش انا ظالمه حيت كذبت على اغوستي؟ بغيت نقول في الاول بلي انا مرا عندي 34 سنه، تزوجت براجلي اللي عنده 37 سنه، ومو اقل ما نقول عليها حشريه. راجلي وانا شرينا دار جديده هذه مده قريبه، مو بقات كتلح باش نعطيها الساروت الحالات الطوارئ، وعدتني بلي غتستعملو غير في الحالات الطارئه الماكس. ولكن بما انها كان عندها ساروت ديال البارتما ديالنا القديمه وكانت كتدخلها وحنا ما كاينينش ديما، ما قدرتش نتيقها. ولكن راجلي جاتو حاجه عاديه، داكشي علاش ملي بقات كتلح عطيت ليها ساروت مزور وما قدتها فرحه. كتدخل داركم وانتم ما كاينينش اويلي. دازو ليا في العشاء ديال العيد عتباتني حيت عطيتها كوبي مزوره ديال الساروت الدار. بغات تحشمني قدام كلشي ولكن سولتها انا كيفاش عرفتي، وقالت بلي شحال هذه كانت بغات تجي عندنا مع 4 العشيه وراجلي وانا كنا برا علما اننا بجوج خدامين. فكرتها وقلت ليها ماشي وعدتيني بلي غتستعمليه غير ملي تكون شي حاجه طريقه؟ ايوا حاولتي تدخلي الدار ما فيها حد، علاش بالضبط؟ وجهها حمار، العائله الاخرى كلشي شي يبدا كيشوف شي وشي وحدين بداو كيضحكوا عليها. ناضت فجاه من بلاصتها وزربات الكوزينه وبدات كتبكي وتدابز حتى الجيران كانوا غيسمعونا. بلا ما نقول العشاء داز حالته، وراجلي وختو كانوا كيخنزروا فيا. راجلي دابز معايا في الطوموبيل وقال بلي كذبت وتلاعبت وحشمت وفضحت مو، وقال بلي ما غينساهاليش. دابزنا هو دابا كيقول لي نعتذر لمو على التصرف ديالي. دابا عندك 2 مشاكل، واحد انه راجلك عنده عادي مو دخل لداركم وانتم ما كاينينش، والمشكل الثاني هي مو اللي كتدخل عندهم حاجه عاديه. يمكن راجلك كتجي
عادي حيتاش ولف يسكن معاها، يعني ما بيناتهمش حدود. هذه كتشوفيها بزاف، ولكن هادشي ما كيعطيهاش الحق انها تدخل للدار ما فيها حد. تجي تزور تجي تبات مرحبا بها، ولكن باش تسناكم حتى نتوما ما تكونوش وتدخل للدار، علاش؟ على من كتقلب شنو بغات دير؟ هذه حاجه خايبه. وخاصك تهضري مع راجلك في هذا الموضوع، تقولي له بالله انت دايره واحد الحد اللي ما باغاش حد يفوتو، ودارك هي بلاصه نتاعك خاصه نتاعك، وإلا كان شي حد غادي يدخلها غيدخلها وانت عارفه. والقرار هو لا، انت ماشي غلطه، من حقك تبغي الاستقلاليه ديالك، ومن حقك تعرفي شكون وفوقاش دخلوا لدارك. خاصك تهضري مع راجلك في هذا الموضوع، وخاصو هو يهضر معاها في هذا الموضوع. اغوستي هددتني تقاطعني لما سميتش بنتي بسميتها على قبل واحد العاده تافهه. ملي عرفت اغوستي بلي غادي نجيبو بنت حمست بزاف. انا كنت عارفه هاد العاده، ولكن كنت صافي قررت سميت بنتي انا وراجلي، ما قلت لحتى واحد. ولكن لاحظت بلي اغوستي كتلمح لي بلي بغات نسمي البنت على سميتها. انا تجاهلت الميحات وحاولت نلمح حتى انا بالعكس بلي ما غنشاركش في هاد العاده اللي هي البنت الاولى كتسمى بسميه الجده، ام الاب او الام. انا عيانه والحمل صعيب، عيت من الالحاح ديالها باش تفرض هاد العاده عليا. داكشي علاش قلت ليها سميه اللي اختارينا. وسولتني واش انا عارفه بهاد العاده، قلت ليها ولكن هي كملت في الشرح ديالها. انا غير ضحكت وهزيت راسي وقلت عاده زوينه هذه، ولكن انا غنسمي بنتي بهاد السميه. قالت لي بلي السميه اللي اختاريت خايبه واللي هي ما فرحاناش بها. قلت ليها بلي ما يمكنش تبدل لي الراي ديالي، حيت كنت دائما باغيه نسمي بنتي بهاد السميه، وراجلي حتى هو عجباتو. هي قالت لي واخا، وهبطات بلا حتى شي تعليق اخر. كانت هذه شحال العاده ديال الام ديال الراجل او لا، المهم الناس الكبار هما اللي يسميو. كتلقى انه الازواج ما عندهمش الحق في السميه نتاع ولدهم. ليا دائما كانت كتجيني حاجه غريبه، كيفاش انت غادي تهزي ديك البنت ولا داك الولد 9 شهور وما عندك الحق تسميه؟ كيفاش داك با حتى هو اللي غيضرب عليه تماره حياته كامله ما عندوش الحق يسميه؟ حاجه ما كنفهمهاش. ما كايناش كاع هادشي. اللي غيسميو الولد هما الام والاب، كيتشاوروا بيناتهم، كيلقاو السميه اللي عجبتهم وكيسميو بها. ما كاينش لا انا جداتو لا انا جدو. ستوب، ماشي بلاصتك، ماشي حقك. ما هاد العاده التافهه في الماضي نخليوها في الماضي، ما نجروهاش حتى لهنا، باش ما عندها لا اساس لا صحه. عاودت لراجلي ديك الليله على هاد المشكل، ضيق ليا الخاطر وهو بغى يهضر مع غوستي، وقلت ليه لا حيت ما بغيتش شروينه. حيت غوستي معروفه عليها كتنمم، كتخلق المشاكل وكتجبد القصص القديمه، حيت دائما كتبغي تكون الضحيه. وشحال كنعرفو من واحد هكا. ولكن هو كان مصر. من بعد ما هضر معها راجلي صونت ليا بكري في الصباح، طلبت مني نعاود نسمي البنت بسميتها، ولكن ما كتستسلمش مصره. وانا كنجاوب غير بالله سمحي لي، ولكن ما بغاتش تفهم. في الاخر قلت ليها بادب بلي ما يمكنش تفرصي عليا نسمي البنت بسميتها، وهي بدات كتنفس بالجهد بحال تقطع فيها النفس. قالت لي بلي الا ما تبعتش هاد العاده غندخل لجهنم، وهي تقطع معايا الهضره. كيعجبني فاش كتكون شي عاده تافهه كيبغيو يبزوها عليك، كيردوها ركن من اركان الاسلام. الا ما درتيش هذه غادي تمشي لجهنم، الا هذا غادي نسخط عليك غتمشي لجهنم، الا. الحمد لله الحمد لله، المفاتيح للجنه ما راهاش في يد البشر، الحمد لله. من بعد شهر صونت ليا وقالت لي بلي نامي محرام ونقص منها، وقطعات قبل ما نقدر نقول حتى كلمه. عاودت لراجلي وهو تقلق كثر، سولت واش قال شي حد، وقال لي غير خوه. صونيت ليها الغد ليه باش نقول لها بالله راجلي قال غير خوه، وانا ما قلت لحتى واحد. بقات مصره باللي انا كنهضر فيها. عاود قالت باللي ما كانش خاصني نتزوج بهاد العائله، وباللي احفاد غيولي عندهم نيف كبير. بسبب الجينات ديالي. عاودت لراجلي، وصراحه ما بقيتش كنحس باللي بغاوني في هاد العائله. كنت باغيه غير نكون جزء من عائله حنينه حياتي كامله، ولكن لا، صادفت هاد لاكوزا. حتى التوتر بدا كيأثر على صحتي، والطبيب فرض عليا الراحه ما نتحركش. انا خايفه بزاف نخسر هاد البنت بسبب هاد المراه. غتقطعي معها الهضره هاد المده ديال الحمله كامله على الاقل، حتى يعطيك الطبيب انك صافي تقدري تتحركي، تقدري تمشي وتجي عادي، حيت هاد ستريس خايب. خليها تهضر. ما حد انه الهضره ما كتوصلكش، غا هو وصي راجلك وصي الناس اللي قراب عليك انهم يوصلوا لك شنو كتقول عليك، وغادي تكوني مرتاحه حتى تكملي الحمل ديالك، تولدي الله يفك وحيلك على خير، اولا تكوني ولدتي دابا صراحه ما عرفتش.
تكون ديك البنيته تسميها بالسميه اللي بغيتي نتي، الله يجعلها من الذريه الصالحه ان شاء الله. ما تعطيش القوه للناس اللي توكسيك انهم يلعبوا لك على المشاعر ديالك، انهم يمرضوك نفسيا. ما كيستحقوش، هما هادشي اللي باغيين، هما هكا هما كيعجبهم انهم يخلقوا الدراما، يكونوا وسط الدراما باش يقلبوا القصه ويبانوا هما الضحيه. وحنا ما خاصش نعطيهم ساتيسفاكسيون ديال الرياكسيون، تجاهليها بحال الا ما كايناش. قاده التصرف ديالها مرحبا بها، ما قادتش التصرف ديالها خلي الهضره مقطوعه، تبقى العلاقه غير بينها وبين راجلك الا بغات. ولكن الحاجه زوينه انه راجلك راه معاك وكيشوف انها غلطه، ماشي بحال السيده اللي كيقول لها لا معليش غادخلي للدار فوق ما بغيتي واخا حنا ما كاينينش. وهذا كيعطيك واحد لافونتاج زوين، حيتاش باش يكون عندك راجل بعقله كيعرف يدير الحدود، حسن ان واحد اللي غيشوفك انت الخايبه ايا كان المشكل. وهادو كانوا القصص هذا النهار. ما تنساوش تقولوا لي كي جاكم، شنو الراي ديالكم في هاد القصص نتاع العريسات ولا جوزات، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.